السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عند سوبا كويزين. اليوم جبت لكم سوب ولا حساء القرعه الحمراء، كاين يسموها الكابويا مع البطاطا. تجي خفيفه وبنينه وسهل التحضير وفيها فوائد كبيره لينا ولوليداتنا، وخصوصا رانا في الخريف والشتا راهي قريب. هذا واش يفيد مع البرد اللي راهو جاي. بسم الله نبداو الوصفه تاعنا. لا سوب واش نحتاجو فيها؟ لا سوب تاع الكابويا بالبطاطا. عندنا هنا البطاطا الكميه والكابويا اللي هي القرعه الحمراء كما تحبوا. انا راح ندير كميه كبيره. عندي هنايا الدجاج، هادوما القراقش، ظهر تاع الدجاج باش للبنه، هذا ما كان. عندي هنايا زوج، عندي هنايا الزيت، شويه قرفه في الكحل والملح، وفي الاخر كامل نحط الفرماج. تحبوا تحطوا الفرماج ولا لا كريمه طازجه. كريمه طازجه مش حنديرها اليوم بالكريمه، راح نديرها لكم بالفرماج، باش اللي ما عندوش الكريمه يدير الفرماج. تجي هايله وتجي بنينه، تجي خفيفه. نورمالمون هذا واش نحتاجو فيها. ونسيت لكم اهم حاجه اللي هي البصل، راني قطعته حطيته هنا معاهم. قرعه البطاطا، البصل، القرعه الكابويا، والحاجه حطيت الدجاج، الطرف اللي عندكم تاع الدجاج، طرف صدر، فخذ، قراقش اللي عندكم. انا راح نديرها اليوم بالقراقش، يعني بالظهر تاع الدجاج. دوك نحط كلش لهنايا باش كي راح تكفيني هاد القدره. دوك نحط الخضره هنايا، اذا ما كفتنيش نعاود نبدل، نجيب قدره كبيره على هذه. نحط ونشوف. هاي تعمرت. دوك نقليها هكذا، وحسن القرعه هذه راح تذوب، مش حتقعد هكذا. نحط عليهم الزيت والتوابل في الكحل، الملح والقرفه. نحطهم على النار يتقلاو. ندير تحت ل5 دقائق على النار. دوك نبدا نخلط فيها هكذا هي، خليها تتقلى. دوك التوابل نشوف اذا خص نزيد لها. دوك نبدا نمرق. نجيب الغطا ونغطيها، خليها طيب بعقلها. لاصوب تاعنا راهي طابت. ندير لها الفرماج، لها 4 قطع. دوك نرحيه لو بغا. تقدروا تضيفوا لها مع الفرماج بواطه ياغورت ناتشور، يعني ياغورت طبيعي، باش تزيدوا لها في البنه، ولا ديروا لها لا كريم فريش، كريمه طازجه. هذيك راني رحيتها، رقيتها شويه مسوسه، زدت لها الملح. دوك انا هذه طيبتها العشاء، راني طيبتها الصباح، بصح نخليها العشاء. من العشيه اذا لقيتها جمدت يعني ولات ثقيله بلوس كو سا، نزيد لها شويه ماء. والدجاج دوك نفتو نديرو داخل لاصوب، نخلطو مع لاصوب. الدجاج راني فتتو، دوك نديرو لداخل، نكمل نزيد نرحيه مع لاصوب، البطاطا والكابويا. لاصوب ديالنا راهي وجات بنه على بنه، ما نقولكمش على بنتها، جات هايله خفيفه بنينه وصحيه. نتمنى تجربوها لوليداتكم. الشتا راهي قريب، هذا واش يليق في البرد اللي راهو جاي. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. نتمنى تبارطاجيو هذه الوصفه مع احبابكم وصحابكم، واشتركوا في القناه، حطوا لي جيم. نشكركم على المشاهده، وان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. تصبحوا بخير.